قالوا قالوا يا ام شيماء، اسمعوا حكايتي مع ام شيماء واسمعوا اخر الفيديو هتعرفوا انا عملت كده ليه. قالوا ازيك يا ام شيماء؟ لا مش زيك ولا مش زيكيش. قولي لي انا مش طايقاكي اصلا ولا اسمع صوتك. بترني عليا ليه دلوقتي يا ام شيماء؟ لا لا لا، فلوس جمعية ايه؟ لا لا، انت طول عمرك نصابة. لا لا لا، ولا على الفطار والحركة إلا اللي عملتيها إنك ما غسلتش المواعين. لا 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 لا، ولا كلتي وجريتي وقمتي على التلفزيون. لا لا، برضو مش هي دي. وسبت الأكل في الأرض ولا شلت أي حاجة وعيالك بهدلوا الدنيا. لا لا لا، مش الحركة دي يا أم شيماء. طب ما تسيبيني اتكلم يا ولية يا ولية، سيبيني اتكلم وانا اقولك في ايه يا ولية. خدي شهيق وزفير كده وانا هتكلم، ما تقعديش تسألي وانا مش هرد عليك. انا هتكلم. سيبيني اتكلم. ايه بقى هي الاسعار اللي احنا عمالين نشوفها دي ونسمعها دي؟ قوليلي يا ام شيماء. انا مش هسيبك غير لما تقوليلي. قوليلي بقى، قوليلي، هي العملة ام 50 و70 دي اتلغت؟ كل حاجة ب100 جنيه، الفراخ ب100 جنيه والزيت ب100 جنيه. لا ومية يعني مش 100 بالظبط. يعني بيعاملوا ال100 جنيه معاملة ال10 جنيه وال20 جنيه. بس الأسعار بتاعتنا دي راحت فين يا ولية؟ قوليلي يا ام شيماء. الولية بتقولي وانا مالي وانت مالك ايه يا ام شيماء؟ مش انت السبب في زيادة الأسعار؟ قوليلي يا ام، ده يا ولية مش امك ولا جوزك، امال مين اللي السبب؟ قوليلي مين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ منورين تيتا وشاشة تيتا وفيديوهات تيتا. اتمنى الفيديوهات تعجبكم ونبتدي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم آمين. دلوقتي الأسعار والدولار والدنيا والغلا وكل حاجة بقت على المستهلك نار نار يا حبيبي نار. طب نعمل ايه يا جماعة؟ الدولار كان وصل 80 و70، وأول ما البياع يشم ان الدولار رفع يبقى الحاجة على نفس الرف ويقولك الدولار رفع. الدولار رفع يا لهوي يعني. طب وبعدين الدولار نزل. ايه اللي نزل يا جدعان؟ حد يقول ايه اللي نزل؟ اسمعوني. طب دلوقتي لما وصل 80 و70 دلوقتي بقى 48 و47. نعمل ايه؟ فين الحاجة اللي نزلت؟ فين الأسعار اللي نزلت؟ يعني الحق على مين؟ حد يقول لي الحق على مين؟ الشعب ولا الحكومة ولا البياع ولا الرقابة ولا مين؟ يعني أتمنى حد يرد على تيتا ويقول العيب في مين يا مسلمين. أشوفكم في فيديو تاني مع تيتا. مع السلامة.